اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا ريت لو أول مرة تزوروا قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك الإشعار بيه. نسمي الله ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. فيديونا النهاردة يا حبايبي هنفتح على الفسيخ زي ما انتوا شايفين كده، بقاله أسبوع ملحته، يعني فضل أسبوع وبعد كده فتحت عليه. زي ما انتوا كده شايفين ما شاء الله هو كده استوى وبقى زي الفل. هو لو في الصيف مش هياخد معاكي وقت اقل من كده عشان احنا الجو شتا شويه، يعني الجو سقع شويه. بس انا كنت حاطاه في المطبخ، حاطاه في الجردل يعني، وحاطاه في المطبخ. والمطبخ البوتاجاز على طول شغال والمطبخ دافي، عشان كده استوى معايا على طول ما شاء الله بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده بوريكم، بقول لكم البوريه او الطبرايه بتبقى منفوخه بالشكل دوت. ولما تستوي اهيت ما شاء الله بتبقى ايه، جلدها كده اتنفخ وهي تحس ان هي منفوخه كده زي البالونه كده. كده يبقى هو حلو معاكي ما شاء الله كده استوى. والملح بتاعه طبعا اللي انا كنت حاطاه في الراس بتاعته بدأ ان هو يقل كده، ما عادش الا شويه ملح صغيرين. هنسمي الله كده ونبدأ نفتحها نشوف الفسيخ بتاعنا ايه اخباره ايه وعامل ايه. واهم حاجه زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات قبل دوت، اهم حاجه مصدر الفسيخ اللي انت جايباه تكوني جايباه من مصدر موثوق منه، وتكون الفسيخ بتاعك كويس وحلو وطازه، يعني بمعنى اصح مش طازه ان هو لسه صاحي يعني، لا، طازه ان هو يبقى لسه حلو، يعني ما يبقاش ايه جاف او باظ او اي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ ان انا اقطع الشوكة اللي ورا دي والشوكتين اللي قدام اللي عند الراس دول، وابدأ ان انا افتحها كده بالسكينة. لو مقص طبعا احسن، لو عندك مقص هتفتحيها على طول بسهولة. والسكينة كمان كانت باردة معايا دوختني، وبصراحة ايه ما رضيتش اعك سكينة تانية، قلت لا انا زفرت السكينة دي، اتزفرت يعني من الزفرة خلاص. وهو الفسيخ طبعا ما فيش احسن منه ان انت ايه تمسكي كده بايديكي وتعمليه وتفتحي كده بايديكي وتشتغلي بايديكي. ما ينفعش تلبسي جوانت او تلبسي حاجه تانية، لازم بايديكي كده ما شاء الله. هنبدا ان احنا نحوش اي حاجه فيه كده وحشه. وبعد كده ايه، يعني معنى وحشه ان مفيش حاجه وحشه، لا، البطن يعني، والحتت اللي بتبقى السودا كده مكان البطن دي إيه بالسكينه كده نحوشها، عشان ايه لما يجي ناكل منه يبقى ما شاء الله نضيف يعني ومحدش يكش منه. بالطريقه دي فتحنا كده الفسيخ. هبدا كمان افتح واحده كمان ونوريها مع بعض نشوفها ايه ما شاء الله عليها. قطع الشوكه اللي من هنا دي والحته الشوكه اللي من ورا دي كمان، وابدا ان انا افتحه. في ناس طبعا بتحب تقشر الفسيخ القشر بتاعه اللي بره كده، ويعملوه طبعا ببطاطس، يعني ايه يسلقوا البطاطس ويعملوه في بطاطس، سلطة بطاطس يعني بالفسيخ. وفي ناس بتحب تاكله بطماطم، كل واحد حسب ما هو ايه بيحب ياكله ازاي. احنا كده هنفتح الفسيخ كده مع بعض، واقطع خيار وطماطم وايه، وده كده هيبقى غدانا النهارده. هبدا ان انا اطلع البطن كده بتاعته، وابدا ان انا ايه احوش لو في من البطن اي حاجه فيها احوشها. والعظمة اللي في النص كده تك عليها من عند الراس كده بتتقطم لوحدها، وابدأ ان انا ايه اشيلها كده بكل سهولة، مش صعبة ولا حاجة، بسهولة كده. زي ما انتوا شايفين بقطعها كده بايدي وبشيلها. جبت طبق تاني عشان احط فيه التانية ما شاء الله إيه احمر وجميل اهوت ما شاء الله ومستوي زي الفل. إيه هسيب واحدة كده سليمة وهقطع واحدة في طبق كده، اطلعها في طبق عشان ولادي يعني إيه بطلعها لهم في طبق عشان يعرفوا ياكلوها. هعصر عليه كده ليمون، وهجيب معلقة وابدأ ان انا ايه اطلع اللحم اللي فيها كده. بيطلع معايا اهوت بكل سهولة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهوت. يا ريت اللي وصل الفيديو لعندي هنا ما ينساش يحط لايك يا جماعة، ده فضلا وليس امرا. اللايك بيرفع المشاهدات ويرفع الفيديوهات. بدأت ان انا كده بالمعلقة كده اطلعه بكل سهولة، اطلع اللحم اللي في الفسيخ واحطه في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
والفسيخ ده طبعا زي ما انتوا عارفين ده اكل الملوك يا حبايبي. اللي ما باكلش فسيخ يبقى بصراحة ما يعرفش حاجة في الفسيخ ولا اي حاجة. الفسيخ طبعا احسن من الرنجة بكتير. هبدأ بقى ان انا اطلع ايه كل الكمية اللي في البراية كده او الفسيخة كده زي ما انتوا شايفين في الطبق. والعظم برضو اللي في البطن دي ببدأ ان انا اطلع منها العظم كده بالراحة واحطه في الطبق. كده خلاص يا حبايبي زي ما انتوا شايفين ده كده الفسيخ بتاعنا بعد ما فتحنا عليه بعد اسبوع. حبيت اشارككم معايا الفيديو دوت. هو فيديو صغير كده. نشوف بقى الفسيخ بعد ما اتعمل لان في ناس كتير طلبت مني بعد ما اعمل الفسيخ اما افتح عليه اصور لهم فيديو. وانا كده صورته لكم يا حبايبي. كده بقى كنا متغدين النهارده بقى فسيخ وما كانش فيه ايه تجهيز غدا ولا حاجه. قلت بقى لي في البوتاجاز ولي في المطبخ كده وانا واقفه بدل ايه ما ورايش حاجه في المطبخ تاني. اول حاجه بدات بيها بالبوتاجاز ولي في شويه حاجات على الحوض كده هنليفهم مع بعض. واغسل الارضيه بتاعه المطبخ والرخامه واشطب المطبخ بتاعي يعني. وبعد كده ايه اطلع منه عشان طبعا يوم الفسيخ دوت بتبقى الريحه جامده جدا. لازم ننضف كل حاجه كده عشان ايه واولع عود بخور كده عشان الريحه. خلاص كده يا حبايبي عملت البوتاجاز بتاعي ليفته هنشفه كويس. وهجيب كده بمطبقية او كوباية او اي حاجة ارش على الازاز مية وعلى البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. ناس كتير هتقولي هم قافلين المية غلط على البوتاجاز. لا يا حبايبي انتي كده بتشطفيه وبعد كده هتنشفيه كويس. مش هيبقى غلط ولا حاجة. غلط ان انت تحط مية كتير وتسيبيها عليه. انا كده هرش عليه كده شوية مية عشان طبعا البريل اللي انت حاطاه او الصابون ما يجيرش معاكي على البوتاجاز. جبت كده السفنجة دي وقعدت ان انا ايه انشف بها المية كده. وهشطف البوتاجاز طبعا من الجناب ومن قدام. وبعد كده اجيب شوية كرول احطهم في الارضية وادعك الارضية كويس واغسل الرخامة. كده يا حبايبي بعد ما خلصت كان بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين شطبت المطبخ. وكنت بجهز بقى ايه كنا اخر النهار بجهز غدا كده تاني يوم. هتبل الفراخ اغسلها كويس. كنت نقعها كده واغسلها كويس وكده كنت خلصت المطبخ بوريهولكم ما شاء الله. إيه وخلصت كده واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ومع السلامة. ويا ريت لو اول مرة تزوروا قناتي ما تنسيش تشتركوا